انس كنت ماشي انا ليه عملت انس؟ ما اعرف. انت اللي بتعمل. النهارده هنجرب مناقيش. قررت يعني؟ شغال حلو. قشطة. يلا بينا. احنا المره دي قررنا كده نغير فكره جديده شويه، ان احنا هنشيل الفلاجز وبرضه قولوا لنا رايكم يعني لو عايزين نرجعها، بس احنا هنجربها المره دي ان احنا هنشيلها ونجرب ان احنا نإيمينيت في وسط ما احنا بنجرب ان ايه اللي هيكمل معانا وايه اللي مش هيكمل، ويوصل في الاخر للفيز الاخيره اللي هي الفود كورت. هنقارن برضو من الخمس حاجات بتوعنا اللي هم البرايسنج والباكجينج والدليفري والكواليتي والكوانتيتي، في الاخر نقرر ايه اللي كسبان. طلبنا من 5 اماكن منقوشه شاورما فراخ، وقلنا لكم الاماكن: انس الدمشقي، ابو عز، ابو عمار السوري، مخبز اللبناني، زمان الشام. طب ما اقولهم هنا انا حافظهم. طلبنا مناقيش شاورما فراخ وحلوم زعتر حد من عشان خاطر الراجل ده. كمل. من 5 اماكن: انس الدمشقي، ابو عمار السوري، ابو عز يا جدع، ابو عز السوري، والله لا اكمل، ابو عز السوري وابو عمار والمخبز اللبناني وزمن الشام. احنا هنجرب دلوقتي منقوشه الشاورما فراخ، وبارت 2 هيبقى فيها منقوشه حلوم زعتر. يلا بينا. زمان الشام جه في 55 دقيقة، ومنقوشة الشاورما فراخ عنده ب 38 جنيه كده، ونجرب مع بعض. هو فيها موتزاريلا، مش منقوشة ما بتبقاش فراخ بس، هي معاها موتزاريلا، وزي ما قلنا يعني سعرها 38. هندوق كده ونشوف. حلو عامة، وعليها من بره كده سمسم. عيش كده يا جماعه، مخبوز حلو. الفراخ نفسها بتاعت الشاورما مش ناشفه، مع العيش تحسوا كل حاجه جوه طريه، تدوب في البق كده بطريقه حلوه. انا حاسس الصراحه ان المنقوشه الفراخ فيها كميه كويسه، يمكن الجناب مش لاخرها موجود فيها فراخ، بس الكميه الموجوده في النص كويسه. نخش بقى ايه على اللي بعده. انتوا عارفين ان اسمه زمان والشام؟ زمان ايه زمان؟ ابو عمار السوري. ابو عمار جه في 45 دقيقه، وكان منقوشه الشاورما فراخ عنده ب 57 جنيه. يلا دلوقتي هنجرب بقى كده ونشوف. العيش شبه البيتا بريد شويه، من ريحتها ريحتها فيها تركي. بتشرب زيت جبنه من السوبر ماركت اللي جنبيه. هي دي رومي؟ عندي احساس مش شدر. انت شك انها رومي؟ ميكس جبن. رومي عامه. ريحه جبنه رومي صح. جبنه رومي. تعرف احس بطعم الشاورما. خالص. طعم الشاورما مش باين فيها خالص جوه. الشاورما تحسوها مزيته كده سنه، وفي نفس الوقت الجبنه رومي وقليله، يعني هو في زيت كتير قوي وقليله، فالطعم بتاع العجينه هو اللي حلو. بس فهي العجينه هي اللي حلوه، بس غير كده مفيش اي حاجه طعمها تاني حلو فيه الصراحه. يعني حتى مش هاخد منه قطمه تاني. باي ده. نخش على اللي بعده. نور اللوكيشن يا باشا. 30 مثلا. انت مشغل الفيديو؟ ابو العز السوري. ابو العز ايه ده؟ هو اسمه ابو العز السوري مش ابو عز السوري؟ ناسبه يعني. ابو العز جه في 27 لا دقيقه. حبيبي محمود خطاب انك لخبطتني. جه في 27 دقيقة، والمنقوشة شاورما فراخ عنده ب 55 جنيه. الباكجنج هنا يمكن ده أحسنهم شوية، في مطاعم سوري كتير بتعملها، بس يعني في اللي احنا جايبينهم غالبا مفيش. هنا شكلها بيتزا أكتر، بس هي عليها فلفل، يعني دي إضافة من عندهم، وفي صلصة. هي قريبة من البيتزا أكتر من المناقيش، بس هي شكلها يمكن لو قفلناها على بعض هتبقى هي مناقيش، بس هو حاطط حاجات جوه زيادة عن العادي بتاعها يعني. الفلفل إضاءة سيئة جدا. الفلفل مخلي الموضوع مش طعمه مش حلو، يمكن الصلصه مش محسوسه، يعني طعم الشاورما فيه غريب يعني. عشان ميكس مع الصلصه بس. شاورما ميكس مع الصلصه مش لطيف. لا والشاورما ناشفه قوي كمان، يعني خدت بالي لقيت الشاورما قليله وحاطين عليها جبنه، بس هي جبنه مش عارف هي ايه يعني. بس هو الجبنه اللي عليها ناشفه، وكل حاجه فيها ناشفه، موتزاريلا، بس هي ناشفه قوي وطعمها مش باين. الميكس اوفرول ما كانش لذيذ مع الفلفل والحاجات دي الصراحه، ما حسيتش ان هو يعني مديني حاجه جديده وعجباني مثلا، لا بالعكس هو اضاف لحاجات مش عجباني خالص. بالظبط. والعيش يا ريته مثلا كان كرانشي من بره كده، كان يحسسني باحساس البيتزا شويه،
بس لا لا برضه مش حلوه خالص. مش ظريفه. خش بقى في اللي بعده. غشاش والله. انس الدمشقي. انا ليه عملت انس؟ ما اعرف. انت اللي بتعمل. انس الدمشقي. استنى يا عم ميلت تاني. انس الدمشقي. انس الدمشقي جه في 27 دقيقة 67 جنيه. انس الدمشقي اسمها عنده فطيرة شاورما، مش ما اسمهاش منقوشة، بس هي بتبقى شبه المنقوشة، بس هي معمولة يعني يمكن شكل الديزاين الباترن بتاعتها كده مختلفة. مهندس صعب أوي. اركتكت فاهم اركتكت. هي فيها مشروم مناخيري. هي فيها مشروم. انت اللي عضك المشروم ولا ايه؟ اه. الشاورما كان طعمها حلو، والعيش. رفيع، فمحسسني بطعم الحاجات اللي جواه. الموتزاريلا قليله، مش مضايقني ان الموتزاريلا قليله، هو مش المفروض يبقى فيها موتزاريلا قوي، عادي يعني. حاسس بطعم الشاورما وحلوه ومش ناشفه، فده كويس قوي. والجبنه بالانسد. هي مش باينه مش تقيلة. ومش مغطيه طعم الحاجه، وفي نفس الوقت العيش الرفيع مخلي الموضوع باين قوي. دي جامده قوي على فكره. دي عاجباني. دي احلى واحده لحد دلوقتي. مش عارف، هنجرب بالنسبة لي. ونشوف لسه. فاضل واحده، نخش يلا. على بعض ونشوف. المخبز اللبناني. المخبز اللبناني ما كانش بيوصل غير في الرحاب ومدينتي، فاحنا رحنا جبناه يعني عشان كان عليه كلام كتير، وان الناس بتقول عليه بيعمل احلى مناقيش يعني، فكان لازم يجي. دي تمن المنقوشه الشاورما فراخ فيه 57 جنيه. يلا نجرب ونشوف. مبدئيا العيش معمول في فرن حطب. بيعملوها هناك في فرن حطب بس كله. وايه؟ شو مفسورين بيعملوه في فرن حطب؟ ممكن زي المخبز اللبناني. بيدخلوه الفرن كده. اه. هو ده مش سوري اصلا. خيار مخلل زياده برضو هنا. في جبن، في جبنه، يا وكان مخلل وفي كاري، مش عارف ايه ده. عاجبك؟ انا بعتذر. والله قلت كده. بصي هتشوف المناقيش المظبوطه المخبز اللبناني هي المخبز اللبناني بقى. لا واثقه من نفسها مش واخد بالها كده. بين البنين. حتى يطلع في المخبز اللبناني وانت بتفكر في يا زي سيزلر. هو حاجه زي بس هو عمر سيزلر. الهادي قال عليه. لا لا هو ملوش حل. هو هنا انت اسكت خلاص لاخر ده شويه تاني بس. اي ريكومندد يا جماعه المخبز اللبناني ده. في لبنان. هو معروف يابا والله العظيم معروف. يا عم انا مصدقك، اتفرجت على فيديوهاته كلها، بس واضح الناس بتطبل. فراخ طعمها صغير قوي لدرجه ان انا حاسس انها تونه مفتته، وطعم انا حاسس فيه طعم سمك، بس مش عارفه جاي من ايه. في زفاره مش مفهومه. يعني العيش حتى طعمه عادي، هي فعلا الفراخ متقطعه زياده قوي، وطعمها انت مصر مش قادر. انا مش عارف بحاول ازاي والله. قادر. لا طعمها وحش قوي يعني، أنا مش قادر حتى اقول انها حلوه. لا انا دي لو يعني في اكل ممكن اتقبله واكله واكمله، لا دي مش هكملها. في خلطه جوه الفراخ غريبه يعني، هو في حتى خضار جوه الفراخ كتير غير الفلفل، الكاري كتير قوي، وخيار مخلل. مديني مفيش طعم خالص يعني، مش حاسس بالطعم بتاع الحاجه. بس العيش حلو ده. انا مش حاسس اي حاجه. ولا قال لك بس العلبه بتاعت الفراخ. بس الراجل حط له حاجه في الكيس الباكج. يعرف ربنا. معانا واحد كل لقى رمله جوه. تقريبا ده الحطب. ايه ده ايه؟ هو عاملها على الحطب. ايه ده؟ ايه يا جماعه انتوا قاعدين على البحر. انا دلوقتي شايف ان احسن اتنين زمان الشام، زمان الشام وانس الشام. الدمشقي، دول انا شايف اكتر اتنين عجبونا وما كانش فيهم كلام كتير. يلا بينا على الجادج. خش بقى. زمان الشام، انس الدمشقي. هنبدا بالدليفري تايم. الدليفري تايم بتاع زمان الشام كان 55 دقيقه، وانس الدمشقي 35. انس الدمشقي انس جه اسرع، يعني حتى مش قريبين من بعض، فلو كانوا قريبين كنا هنديهم نفس البوينت. فانس الدمشقي كسب في دي، فدي بوينت لانس. هنخش دلوقتي في البرايسنج. زمان الشام 38، ماشي. انس 67. فطبعا فرق تقريبا نقول الدبل، فهو زمان الشام يكسب في البرايس. دول نفس خش البوينت. بقى بعدها ايه تيست، مش عارف الاثنين حلوين. هو الأول- العجينه بتاعت ده احلى. انا عجبني ده اكتر عشان انا بحب الكرانشر، يعني الحاجه اللي هي تقرمش معايا ده أشهر كعيش. بس زمان الشام كان العجينه بتاعته حلوه قوي، هنا الشاورما احلى. لا بالعكس، الشاورما هنا كانت حلوه برضه، ما هي الشاورما هنا كانت باينه طريه، كان كل حاجه. الشاورمتين بالنسبه لي بصراحه كويسين. الشاورمتين كويسين، بس العجينه هنا احلى. فانا حاسس زمان الشام يكسب في العجينه. وانا حاسس ان العيش يكسب هنا. هياخدوا نفس البوينت. انا حاسس ان الاثنين هياخدوا التيست قريبين قوي، يعني التيست يعني كل واحده كل واحد بوينت. جدا ماشي. بصراحه، فالاثنين ياخدوا بوينت. نخش على الباكجينج الاثنين زي بعض، فكل واحد هياخد بوينت عادي. كسبوا تعادلوا في التيست وتعادلوا في الباكج. كوانتيتي هي كواليتي.
الكوانتيتي اللي جوه. الكوانتيتي اللي جوه. زمان الشام كان مالي الفراخ جوه. انا شايف زمان الشام كان مليان، العجينه حلوه، جبنه اكتر، الفراخ كميه كويسه زي انس بس مع اوفرول الكميه اكتر يعني. لسه تخبيزه العيش مثلا احلى بكتير، كواليتي مور كواليتي عن الثانيه. والسمسم عليها يعني لا فيها شغل السمسم برضه كده. اللي كسب معانا زمان الشام. لو حابين تطلبوا منقوشه شاورما فراخ يبقى زمان الشام، مع انه اكتر واحد فيهم بالنسبه لي كان مش معروف. كده احنا خلصنا الفيديو. استنوا بارت 2 هيبقى فيه نعيش جبنه حلوم زعتر نفس الاماكن. تنسوش تعملوا سبسكرايب، فولو، شير، كومنت، لايك، شير لاصحابكم. بارت 2 قولوا لنا في الكومنتس ممكن مين اللي يكسب لحد ما انزل الفيديو جاي، لان ممكن في حاجات تعمل غير ممتاز. ممكن مطعم يكون فشل هنا نجح. يا ابني انت في حاجه، هو ليه دايما الكلام شغال في المكان؟ الشياكه ليها عنوان يا ابني الشكل ايه الراجل جاي؟ يا اسطى في زلط في بوقي يا اسطى. والله الحاجات دي بتخزلنا يعني. هم بيصرفوا وبيحطوا قد كده وفي الاخر ده المنظر اللي احنا نشوفه. بيدفعوا البلوجرز بس كده. استنوا بارت 2 كده. فيديو خلص. يلا سلاش.